عسلامة ومرحبا بكم. اليوم الغوصات نتاعنا باش نعمل باجيت فارسي. دونك المكونات نتاعي عندي 400 غرام سميد، 400 غرام فرينة، عندي 16 غرام ملح ومغرفة متاع ماكلة سكر، ومعاهم 250 غرام حليب، وواحدة خميرة جاتو وواحدة خميرة خبز. خميرة الجاتو باش تجيب هنا الشوشة وطرية، ومعاهم 50 غرام زيت زيتونة. أول حاجة باش نحط السكر معاه، هذه أول إتاب نعملوها. دونك نخلط الخميره مع السكر. هنا زوز حاجات نتاكدوا انه الخميره متاعنا لاباس عليها، ماهيش فاسده ولا ماهيش ضعيفه، ماهيش تطلع بالكدا. هذه حاجه. الثاني حاجه انه تتحل الخميره مليح مليح، مش كما تتحل لنا غادي كي تعطينا ريزولتا مخي. نخليو هذا على جنب. الحليب بحراره الغرفه. تو باش نحط السميد معاه الملح باش نبدا نخلط في الشوائح. دونك الملح ديما يلزم يكون بعيد على الخميره، سامحوني، على خاطر الخميره يقتلها الملح ويقتلها الماء السخون. وتوا باش نحط عليهم السكر، سامحوني، خميره الجاتو. بعد ما تفاعلت الخميره نتاعنا وتضاعف حجمها، نصبوها على المكونات الشايحه، ومن بعد نحطوها تتعجن في العجينه على رقم 1. ديما العجينات باش ما تهلكش الماكينه نتاعك على رقم 1. ونبدا نزيد بشويه بشويه في الماء الدافي، ماء تياد دافي، يعني كي تحط صبعك في وسطه تتحملوا باش ما تموتلكش الخميره. وهكا كان نقعدوا نعجنوها حتى لين تتلم البات وتتكون على عندنا بات طريه. ومن بعد ما تتلم البات نحطوا بشويه بشويه 50 غرام زيت، باش هنا الزيت الدور نتاعو انه يخلي البات طريه، تولي كروكونت من برا ومن داخل تبدا طريه. ديما الماتيغ غراس كي تحطها في الاخر تعطينا الطراوه. بالنسبه للمكونات عندي هذايا دجاج مشوي فضل لي من عشاء حطيته، وهذا طيبته بالذمه اللي هو دجاج الزر نتاع الدجاج، طيبته في وسط الزيت مع فاح الدجاج. عندي هو هكا لون برينسيبال هكا. باش نزيد عليه الطماطم سوريس قصيتها، نجمو تستعملوا الطماطم العاديه، ومش نزيد عليها الا البصل، وهنا اشطر زيتون، ونخلطهم هذا الكل. نجمو تحطوا عظم، كل واحد شنو يحط. بالنسبه لي انا خاطر عندي صغار، دونك مش نحط من بعد فلفل برابيط، وتنجموا تحطوا معاها حكه كريم فريش. بحكم انا البارح طيبت دي تارت وفضل لي من عشوط التارت اللي هو التختوخ نتاع البريكي، طيبته وسبقته هبط الفيديو نتاعو، دونك تلقاوه في البايو عندي انا في اليوتيوب في الشين. ومعاه شويه بصل، ومعاها بصل اخضر زاد هكايا، ومعاها لا سامحوني البصل مذبل هو والسبنيخ، يعني فركس عليه الكلمه هي السبنيخ. دونك ذبلت البصل هو والسبنيخ وخلطته مع الحشو نتاع الطاجين ولا البريك ولا اللي هو عملت بهم دي تارت. دونك نحيت الكونتيتي هذيك خاطر حسيتها برشا على التارت. هنا باش نحطها هنا معاهم كريم فريش ومعاهم الجبن، شويه تونه من هريسه عربي، شويه مش برشا بحكم انا عندي صغار، جوست حاجتي بها باش تعطي الجو الفومي، صغيرات ما ياكلوش. دونك وماش نشخش خوها اجبوني. هذه سبقت وريتو، قلت راني نشري كونتيتي نتاع جبن، زوز انواع نتاع جبن، ونخلطهم ونقسمهم. كل ساشي فيها 100 غرام، والا كل ساشي هذوما بحكم رمضان دونك نستعمل اغلبيته في البريك. دونك كل ساشي فيها 50 غرام. بالنسبه للبريك نتاعي 250 غرام، حطيت فيها 250. وما تنساوش الخليط اللي حطيته نتاع التخت القديم. دونك نجموا ما تخلطوش، ما تحطوش يعني حاجات كيفينا هكا، ما تبقى نجموا تعملوها جدا، لكم حريه الاختيار. اذا كان عندكم مثال شويه الحمى مفروم بقى نجموا تحطوه. دونك شخشوا وما تخليوش الحاجه تطيش. نعمه ربي في سيدي رمضان وجينيرال ما نطيشوش نعمه ربي. ديما انا نحاول اللي يفضل لي نخبيه ونحاول نستنبط منه ماكله اخرى وتجي بنينه 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 على الاخر. دونك نكمل هذه نخلطها مليح مليح. وهذه التكستور نتاع العجينه نتاعنا كانت طريه ما تتلصقش لا في اليدين لا في الرخامه لا في البول. دونك استعملت ما بين 250 الى 300 غرام ماء. وهنا نقول اهو انت والكاليتي نتاع الفرينه والسميد نتاعك، فما انواع تشرب بزيت وفما انواع ما تشربش بزيت. دونك انت يلزمك الغوبير نتاعك انها تكون ما تلصقش لا في البول اذا كان تخدم بالماكينه، واذا كان تخدم بيدك ما تلصقش في يديك وما تلصقش في الرخامه. وتتعجن مليح مليح. يلزمها اي حاجه فيها خميره من المعجنات، اي حاجه قاعده فيها خميره شايحه. الخميره نتاع الخبز راهي اللي تستحق عجنين، وخاصه السميد باش تجيك البات رطبه. دونك ومن بعد كي وزنتها الكونتيتي نتاع العجين الكل وزنتها طلعت لي 1340 غرام. قسمتهم الى دي بول صغار كل واحده فيها 150 غرام، ومن بعد حليتها على الرخامه بالسميد. راهم البيتزاريات ما يستعملوش فرينه في الحلانه نتاع
العجينه نتاعهم سواء كانت بيتزا مقلوب ديما يستعملوا السميد الرطب. دونك حليتها انا بسميد الرطب. ولين شكلت الفورمه اللي حشي بها الكبر اللي حشي بيه، وحطيت بالنسبه للصغار حطيت صوص بيتزا فوقهم الحشو نتاعنا هذاك اللي حضرناه، ومن بعد زينت البارتي الاخرى هذيك بالقصه هذيك السبيسيال الرولو سبيسيال قصيتهم، ومن بعد كي ثنيتهم البارتي هذيك تنجم تحط في وسطها انت قبل ما تثني تحط جبن موزاريلا اي جبن اللي تحب عليه وتثنيها، وتنجم ترش فوقها جبن. دونك لكم حريه الاختيار. وبالنسبه للعجينه راني حطيتها على كامل، بالنسبه للصوص بيتزا حطيتها على كامل الوحده كيما تراو فيها، باش كي يجيو ياكلوا الصغار ولا حتى البارتيك الزايده هذيك منا نزينوا بها الفورمه نتاعنا يعني الباكيت فارسي نتاعنا، وميم طون ما تجيش شايحه للصغار. وبالنسبه للكبار حطيت سلطه مشويه وحطيت هريسه وحطيت مغرفه صغيره نتاع صوص بيتزا. دونك وكيف كيف نفس الشيء، وقمرتها من فوق ببرونديلا نتاع طوماط سوريز باش نفرق ما بين انهي الحاره وانهي لا. انا وقتها زربني الوقت، دونك سخنت الفور على 60 درجه. كي تدخلوا يدك تلقاها دافيه ماهيش سخونه تحرق باش ما تهلكناش الخدمه نتاعنا الكل. ودخلت الباكيت فارسي باش تخمر لمده 20 دقيقه، واذا كان مش تعملها انت البرا خليها تخمر ما بين نصف ساعه غرو ماكس باش ما تطلعش ريحه الخميره وتخمر بزيت ولا تطلع ريحه الخميره خايبه. دونك تخليها نصف ساعه تخمر البرا، واذا كان في الفور كيما انا هاكا ما تفوتش 20 دقيقه وانت تعس عليها باش ما تنفخش بزيت. ومن بعد خرجتها ودخلت وسخنت الفور على 180 درجه. هو سخن مليح. دونك حطيتها من الاول في ليتاج اللوطاني لين طابت وعطات الكولور الدوري من اللوطه، وديجا تبدا من فوق بدات شويه هكا بالدوغي نتاعها بدات هكا تحمر شويه، طلعتها كامله تاخذت اللون في ليتاج الفوقاني في الكوشه. ومن بعد كي خرجتها وقصيتها كيما تشوفوا الريزلت مستحسن ترتاح شويه على خاطر باش تقصوها تلقاوها طريه على الاخر في ساعه ما تتكسر. دونك خليوها ترتاح شويه ومن بعد كي يقصوها تطلع الريزلت طياره بنينه بالحق. صحه وشفاء ان شاء الله. نتقابلوا في دبره اخرى ووصفه اخرى ونخليكم في وديعه ربي.